الله المحرم هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم التي قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر فقال 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يظلم فيه نفسه ولا أن يظلم فيه غيره، وإن كان الظلم محرما على المرء في جميع الشهور إلا أنه في الأشهر الحرم يزيد الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في شهر الله المحرم من الصيام، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلهذا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي أن يكثروا من الصيام في هذا الشهر المبارك. وينبغي للإنسان أن يعلم أن شهر الله المحرم فيه عاشوراء، فيستحب للإنسان أن يصوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب للإنسان في يوم عاشوراء مرتبتان: المرتبة الأولى أن يصوم بالمخالفة، يعني أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم يوما قبله لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع مخالفة للمشركين. الحالة الثانية أن يصوم العاشر فقط، فلو صام العاشر حصل على الأجر من غير كراهة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم واختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، والله أعلم.